بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقة جديدة وتأملات على الشعر. من ساعة ما قام انقلاب 52 اللي يسمونه ثورة. قبل الانقلاب ده مش هنتكلم عن حالة اقتصادية ولا كذا ولا كذا. أنا هنتكلم في نقطة معينة. قبل الانقلاب 52 كان في أحزاب، كان الملك بينتقد ويتقبل هذا بروح سمحة. في أحزاب حزب مصر الفتاة، حزب الأحزاب الدستوريين، حزب الوطني، حزب الوفد، أحزاب كتيرة. الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، بل إنه يفسد الحلقة الديمقراطية، وبالتالي يحس المواطن بالرفاهية. هذا كله كان قبل هذا الانقلاب، وكان الجنيه منتعش في السوق العالمية، البورصات. الجنيه كان $2.5 و2 جنيه استرليني. ده الوضع المادي قبل هذا الانقلاب. بعد هذا الانقلاب حصلت تغيرات كبيرة وجذرية عميقة في المجتمع المصري، وخصوصا ببدء سياسة التأميم العام والنظام الاشتراكي الذي كان أحد ضحاياه المطرب الكبير محمد فوزي، اللي هو حط كل مدخراته وكل ما يملك في شركة اسطوانات لا يملكه ليه دخل بالسياسة من قريب أو من بعيد. حط كل مدخراته في شركة اسطوانات، وبعد كام شهر فوجئ بأن الحكومة أممت هذه الشركة وصار مفلسا، ومات محصورا ذلك الممثل الكبير محمد فوزي. ده نموذج واحد من النماذج. يعني في هذه الحلقة لا نناقش فقط العهد الناصري، بس نناقش عهد عبد الناصر وعهد مبارك وعهد الرئيس الحالي من زاوية مهمة جدا، وهي زاوية الإعلام، وخاصة انتخابات الرئاسة والجو يعني ازاي الحاكم بيمجد الكلام ده كله. انا مش هستعرض في هذا. اول حاجه عبد الناصر اللي كان بينجح في انتخابات، هنلاقي حاجه غريبه جدا ما حدش يشبهه فيها الا صدام حسين. كان بينجح بنسبه 99% و999 من ألف. صدام حسين الديكتاتور المتعطش الدماء كان بينجح بنسبه 100%. ده شيء طبعا يعني يعني وفي تشابه كبير ايضا في مساله السياسه بين عهد عبد الناصر وعهد الحالي. عهد عبد الناصر في الاتحاد الاشتراكي، تجمع سياسي واحد في الدوله. هذا العهد فيه تكتل تحيا مصر، نظام سياسي واحد. ونشوف بقى دور الاعلام. عهد عبد الناصر الناس بيطبلوا له على راسهم العندليب الاسمر. للاسف عندليب الاسمر يعني هو كان صوت الثوره، والنظام استغله ان هو الناس كلهم طبعا من مستمعينه. فاستغل هذه النقطه وبدا يسد اليه الهاب العواطف لصالح عبد الناصر، وان هو الزعيم الاوحد. وفي اغنيه اسمها اغنيه المسؤوليه بيمجد فيها الاتحاد الاشتراكي، بيقول فيها هذه الأغنية فيها كلمات. شوف كلمات الأغنية. شوف بتقول فيها: نحلف يمين بالله تعالى، نحلف بودنا الفعالة للاتحاد الاشتراكي العربي، ميثاق ومبدأ ورسالة. وأيضا عبد الوهاب غنى الميثاق. يعني أنا بس من غير ما أذم في عبد الوهاب وأبو كلثوم، مع احترامي الكامل ليهم، قبل الثورة، قبل هذه الغزة، قبل انقلاب 52 كانوا بيغنوا الملك. يعني في أغنية للملك عبد الوهاب عايز في عيد الفن، بيقول الملك: انت حامي البلاد وحامي، انت حارس البلاد وحاميها ورضوانها. رجع بعد هذا الانقلاب في عهد عبد الناصر، واحنا عارفين ان عهد عبد الناصر على النقيض تماما من عهد الملك.
وقال يا جماعة، قال ناصر كل ده معاه، ناصر الخطوة الجاية على الصهيونية، ناصر يا حبيب الأمة يا ناصر. أنا لا أتهم بالنفاق، لكن هؤلاء هم رموز في الفن لابد، وكان لابد أن لا يقع في هذه آآ ال السقط، للأسف هذه السقط. أم كلثوم أيضًا غنت للملك، وبعد انقلاب 52 غنت لعبد الناصر في مسألة التراحي، لما في تمثيلية التراحي، مسرحية التراحي، أطل علينا صوتها من إنجاز الراديو وهي بتقول ابقى، ابقى. يعني ده الكلام، يعني بس ده كلام الناس اللي مش عارف، اللي هو مش يعني الناس اللي هم سرقهم السكين لازم يفطنوا لهذا الموضوع. طبعًا عبد الوهاب وأم كلثوم دول رموز عظيمة، لكن كان لا يجب أن يقع في هذا الفخ. نيجي نظام مبارك أثناء الانتخابات، وخصوصًا الانتخابات اللي هي سنة سنة 2004. آآ آآ كان قبل نظام الانتخابات، قبل هذا التاريخ، كان الناس يقولوا يعني هو مرشح واحد اللي هو رئيس الجمهورية الحالي، مرشح واحد، يقولوا آه ولأ. حَب يعمل نهوض ديمقراطي حسني مبارك، وقال وماله ننزّل برضه رؤساء الأحزاب قدّامي في الانتخابات، يا مبارك. وكلها زي ما إحنا عارفين أحزاب ضعيفة، وحاسس بالتمثيلية إن مبارك دخل وقصاده كذا مرشح، ولكنه في حاجة غريبة، الحمداني فاز ب90%. في تمثيلية أخرى من تمثيليات الإعلام، هذا الإعلام المسرحي الهزلي، كالمسرحية الهزلية، الكلام ده مسرحية هزلية. برضه في ده كان كله بيتكرر في كل نظام، حتى النظام الحالي. يعني شوف زي ما شُفنا في أغنية مسؤولية الأغاني الوطنية في أيام عبد الناصر، في عهد مبارك ظهرت أغاني، يعني الإعلام روّج لها جامد، وصِرف عليها عشرات الملايين الجنيهات إذا كانش مئات، وبرضه اخترناه، اخترنا وإحنا معانا ما شاء الله، يعني حاجة ضد الجمهورية. حاجة غريبة. تاني أغنية، في أغنية تانية اسمها مصر الحرية معاك. دي كلام. نيجي بقى للعهد الحالي، والأغنية اللي هي بتميز هذا العهد عن باقي العهود، الأغنية اللي اسمها تسلم الأيادي. قلنا أيام عبد الناصر، عبد الحليم، أهلا بالمعارك يا بخت من يشارك، في النظام أيام نظام مبارك، تسلم الأيادي، مصر الحرية معاك. هذا النظام الحالي طبعًا أغنية تسلم الأيادي يعني أكن الأغاني الوطنية بتمجد الحاجة. يعني هل تعتقد يا أخي، يا صاحبي، إن الأغاني الوطنية بتغذي الشعور الوطني والناس تحب بلدها؟ أبدًا، كله ادعاء الحاجة، ده ما أثبته التاريخ. ونشوف حاجة برضه غريبة، يعني هاقارن بنظام حسني مبارك والنظام الحالي في مسألة معينة. قبل مبارك ما يسقط بأيام أو بشهور، قبل ما يخلع وينتهي حكمه، كان في مشروع لفيلم اسمه الضربة الجوية، مشروع فيلم بيتعمل عن الضربة الجوية، وبدأوا فعلًا في الإعداد وكل حاجة. بعد بقى ثورة يناير والكلام ده كله تم إلغاء الفيلم، إذ الفيلم معمول للنفاق. هذا العهد العهد الحالي. شُفت مسلسل اسمه مسلسل اختيار 1 و2، بتؤرخ النظام الحالي وتمجد فيه. فهل لو كان هذا النظام مش في الحكم، هل يعني حاجة غريبة، لو كان النظام ده مش في الحكم، هل كانت تتم مسلسل الاختيار؟ ولو كان مبارك في الحكم، كان بالطبع سيستمر الفيلم بتاع الضربة الجوية. ده كلام عايز أقوله في الأول. نبقى نقارن بقى بين انتخابات الرئاسة في مصر الهزلية، المسرحية الهزلية، وانتخابات الرئاسة في أمريكا وإنجلترا. نبدأ إنجلترا. في إنجلترا فيها مثل بيقول إن هو نظام ملكي. بيقولوا عن الملكة إنها تملك ولا تحكم، ورئيس الوزراء يحكم ولا يملك. ساعة الانتخابات بنلاقي يعني حزب العمال وحزب المحافظين
بيمثّلوا أعظم مثل للديمقراطية الحقيقية، زي ما الرسول قال: "وأمرهم شورى بينهم." ديمقراطية حقيقية، زي ما ده ليه فرصة في إنه يظهر في التلفزيون مثلًا ساعتين في اليوم، التاني أيضًا ليه فرصة. مرشح حزب المحافظين ومرشح حزب العمال، وتجرى انتخابات نزيهة. يعني زمان كان في مارجريت تاتشر كانت رئيس وزراء بريطانيا في التمانينات. يعني توني بلير. كل دول بيأتوا بانتخابات نزيهة، والشعب يبقى مطمئن إن القرار هيبقى صائب، وإن هو أصوات الناس اللي انتخبوا هؤلاء المرشحين ما ذهبتش أضرار جريحة. أمريكا نفس النظام. ده كلام بنقوله عشان نشوف الفرق بين التمثيلية الهزلية اللي بتحسس كل انتخابات رئاسة من عهد جمال إلى الآن، والدول التي تقدمت بفضل الحرية، وزي ما قلنا الحرية مرادف الرأي. نيجي للجزء التاني بقى من إيه؟ من هذه الحلقة. وفي الإعلام، في مسألة الإعلام برضه، هي مسألة القنوات الفضائية. وإزاي إن أي واحد معاه 15 مليون جنيه أو 20 مليون جنيه يعمل له قناة فضائية. شُفت يعني ولدرجة إن في قنوات فضائية، طبعًا أنتم عارفين الكلام ده، مخصوصة للفيديو كليب. اللي كل أغنية تقول لك إيه: قبل ما نحط النقط على الحروف، قبل ما نطلع سوا في الروف، وتطيب حاجات غريبة، يعني ألفاظ غريبة. وده بيكسب، يعني في شباب بييجي الناس بتتفرج عليها، بيتكسب إعلانات وكذا وكذا. لكن أكبر بقى حاجة بتوصم الإعلام المصري بالفسق والإهانة، الفسق والفجور، هي مسألة الفضائح وما أكثرها. يعني هاضرب مثل معين، مثل بسيط يوريكم قد إيه الناس للأسف الناس فاضية، الناس همها كل شغلها الشاغل تعرف فضايح، وتستمتع بكده، والإعلانات بتزيد، لأن المشاهدة بتزيد، الناس غاوية الفضايح كتير، بالتالي يعني وبتحقق ربح يعني دي الفضايح يعني حاجة غريبة يعني. نشوف بقى إن شاء الله نشوف إيه أول حاجة الناس شاغلة نفسها بيه: هل العندليب الأسمر تزوج سندريلا الشاشة والّا لأ؟ يعني والناس شاغلة نفسها بالسؤال ده، وتطلع أخت سندريلا في الفضائيات، وأهل عبد الحليم كذا كذا. كان بعد انتحار سعاد حسني قال مفيد فوزي كلمة معينة، قال: "لو كان عبد الحليم عايش ما كانش سندريلا الشاشة مات بهذه الطريقة البأساوية." يعني ده كلام نشوف إزاي الناس عقولها فارغ، وفين الابتكار، وفين الاختراع، وفين الاهتمام بإنتاج وبعملك. أصل إن يعني الدين بيقول إن الله يحب إذا رضى عن إن الله يحب إذا عمل المرء عملًا أن يتقنه. في العمل، فين الاهتمام بالمثل العُليا؟ كل هَمّكم إنكم تعرفوا الدار اتجوّز دي والّا لأ. ده حاجة غريبة يعني. ده الكلام تظهر عليه فنانة تانية من حوالي 10 سنين، تطل علينا في الفضائيات، بتقول: "أنا حاجة غريبة، فضيحة جد، حاجة تقرف يعني." بتقول: "أنا حبلت من ممثل معروف." مش هاقول اسمه ولا هاقول اسمها. و وراحت أمريكا، ولدت هناك، ثم عادت وعلى كتفها توأم. هي تدعي إنهم أبناء هذا الممثل المعروف، وهي أيضًا ممثلة، وتدعي إن هي حصل بينهم الكلام ده بجواز عرفي. يعني والممثل في حاجة يعني ده كلام يعني الوصف الفني. الزنا عادي، في وصف الزنا عادي، والمخدرات عادية، والشذوذ عادي، والخيانة عادية. ده دي تاني واحدة ممثلة برضه، كانت هي في الأصل لبنانية، ظهرت مع عادل إمام في أحد الأفلام بطلة. ثم حدث لها تحول فجائي، وإنها قررت إنها ترتدي الحجاب فجائي كده. بعد كده ارتدت الحجاب. المفاجأة إنها تزوجت من مسلم كندي على وش النور، يعني راجل مسلم مؤمن، يعني ماشي في الطريق المستقيم، على عكس بتوع الفن. و و و و و
وعاشت معاه 4 سنين أنجبت خلالها 4 أبناء. فجأة مرة أخرى خلعت الحجاب وأهملت ونسيت بناتها وسابت جوزها الراجل المؤمن الواعظ وعادت إلى الفن بعدما خلعت الحجاب. يعني دي حاجات يعني، وتزوجت من واحد يعني زي رجل أعمال حاجات يعني مش عارف. نيجي بقى لمسألة الفنانة اللي هي ظهرت في السبعينات وهي أصبحت منتجة معروفة. بتشهر بتفاخر بأنها بتحب العذراء، وبدأت تهاجم في الأصوليين الإسلاميين، وإنها بتحب العذراء وجات لها في المنام، وإنها كان يعني لدرجة إنها تعتقد خلال لقاء معها إنها عايزة تريد أن تصبح مسيحية نصرانية. دي غير كانت كده الكلام يعني إيه مقبول شوية. نوصل للطامة الكبرى عندما أحست مذيعة من اللي هم بيطلعوا في الفضائية، مذيعة شهيرة بهذا وهي متعاطفة مع تلك الممثلة معروفة بأدوار الجريئة والعالي وكذا كذا، وأنتجت فيلم اسمه 1-0 ده الكلام ده مش هقول اسمه. المهم المذيعة تعاطفت معاها وحصل عداء بين هذه الممثلة ورجال الدين لأنهم كانوا ينتقدوها لأدوارها العسكرية جدا. فقررت هذه المذيعة للأسف بدون ذكر أسماء أيضا إنها تستضيفها في برنامجها، واستضافت أمامها رجل دين ليحدث مناظرة بين هذه الممثلة هذه الممثلة الجريئة ورجل دين. أنا أكاد أجزم بأن هذا الرجل الذي ظهر في هذا البرنامج وادعى أنه رجل دين ده راجل قابض وراجل من عامة الناس ومليش في الدين خالص، لبسوه عمة وجلابية وراجل ملتحي. وتعمدت المذيعة أنها تهين رجل الدين، وتعمدت الممثلة إنها ترد عليه بوقاحة. وكل ما يحصل رد من هذه الممثلة تصفق المذيعة ويصفق الجمهور اللي هو قابض في فضيحة كبيرة وفي شكل مأساوي ليه. إن مسألة إن يعني التردي الحال في الناس إنها مش مؤمنة بالدين، مش مؤمنة ما عندهمش احترام للرموز الدينية. هذه كانت فضيحة في برنامج هذه المذيعة. ويكفي ما يحدث في الأفلام من إن المؤلفين يطلعوا المعزوم أراجوز، يطلعوا رجل الدين يعني بصورة غير لائقة. ده كله كلام. لو قارنا بيننا وبين دول إيران، السعودية، تركيا، هذا لا يحدث أبدا، لأنهم يعلمون إن الدين هو ركيزة الاستقرار في بلدهم. إحنا ما عندناش بلد فيه الشرف من ساعة النكسة واللي حصل بعد الناس من انهيار الأخلاق والمثل والقيم. بنشوف إزاي الاستهتار بالأب والأم، نشوف إزاي الاستهتار بالمدرس. هذا دور قذر للأسف، قذر جدا للإعلام، سواء في عهد صفوة الشريف في عهد حسني مبارك وهذا العهد الحالي. في سخرية من للأسف من الدين، يعني حاجة غريبة. يعني ده ناس، يعني دي ناس يعني عايزين نقول إن الدين ده شرف وهو اللي بيلزم الإنسان بالطريق المستقيم. ورأينا هذا الممثل أو ذاك الممثل إزاي بيقعدوا على الدين بيدمن، ودي أمثلة كتيرة، وناس ماتوا، في فنانين ماتوا بسبب الإدمان في مصر، وفي فنانات مدمنات على الحشيش. يعني قضية كبيرة. ده كله عايز يعني مش عارف، يعني الإعلام يعني عايز وقفة مع النفس، وعايز إعادة ترتيب الأوراق، وعايز صدق وعايز أمانة في التعامل مع قضايا الوطن وقضايا. يعني ده كله بقوله وأنا متضايق ومن جوايا من حزين للوضع اللي وصل ليه الإعلام المصري من الاستخفاف بالرموز الدينية والنفاق الحكام الذي كل حاكم يجي نوافق
وأنا هل بلغت، ولو ما فيهاش أنا هل بلغت، ولو ما فيهاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيد الرسل.